السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أول حاجة أنا عايزة أشكر الناس اللي سألت عني ودورت وسألت وقالت هي راحت فين ومش مش بتنزل حاجة ليه ومش بتنزل يعني فيديوهات ولا أي حاجة. وبدأوا يدوروا وبدأوا يسألوا. ولما نزلت فيديو جم طايرين على الفيديو يسألوا ويطمنوا. عايزة أشكرهم، ناس محترمة، ناس ولاد حلال طيبين جدا جدا. يا رب يجعل سؤالهم عني في ميزان حسناتهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لهم في صحتهم وفي مالهم واولادهم، واللي بيتمنى حاجة يا رب ينولها له، سواء ناس متابعين سواء ناس بتوع اصحاب قنوات. الناس برضه اصحاب قنوات اهتموا جدا وسألوا. ولما نزلت فيديو جم كلهم عليه وبيسألوا، مع اني انا مقصرة في حقهم والله ومش بسأل، يعني انا والله مشغولة وفي نفس الوقت تاني مخنوقة والله يا جماعة. فطبعا مش بسأل عليهم ولا بدور ولا اي حاجة. فطبعا مش يعني نصه لا قادرة اسأل ولا قادرة اعمل اي حاجة معاهم، بس والله ما ناسي حد فيهم وكلهم على بالي وبدعي لهم والله ان ربنا يحسن عملهم ويحسن ما بين ايديهم ويحبب فيهم خلقه ويكبر قنواتهم، اللهم امين يا رب العالمين. الناس اصحاب القنوات والناس المتابعين العاديين يا رب يبارك لهم في صحتهم وفي مالهم وفي اولادهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لكم كلكم جميعا ويسعدكم كلكم جميعا، اللهم امين. يفرح قلبكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اي حد انا مقصر في حاجه ما يزعلش مني، بالله عليكم ما تزعلوا مني ابدا. انا والله غصب عني والله العظيم انا كنت مقصره في حق حد، فغصب عني والله. ان شاء الله الدنيا هتحلو وهتابع معاكم على طول. وهم ما سالوش ما دوروش على كده، ما دوروش انا باجي ولا بروح، ما دوروش دوروا هم دوروا انا دور عليا انا ما بنزلش حاجه ليه، انا مش بنزل فيديوهات ليه. فدي كلها طيبه واصل منهم، ربنا يسعدهم يا رب ويفرح قلبهم، اللهم امين يا رب العالمين. فبصوا طبعا انا قلت هنزل معاكم فيديو، عايزه انزل فيديوهات لان خلاص القناه داخله على ان انا اقدمها تاني للمراجعه تاني. يا رب ادعوا لي بس كده يا رب ان هي تتجبل بقى وترجع بقى عليها الارباح زي الاول تاني يا رب، اللهم امين يا رب. فقلت هنزل فيديوهات كده يعني ايه لما اشوف الدنيا هيجرى فيها ايه، اشوف هي هتتجبل ولا هترفض والله اللي هيحصل بالظبط زي ما انتوا شايفين والله وانتوا عارفين ومتابعين معايا. ده محتوايا الاصلي وانا اللي بنزل وانا اللي بصور وكل حاجه من محتوايا انا، بس برضو يلا قدر الله ما شاء فعل، دي احسن من غيرها. فطبعا قلت هنعجن شويه عجين كده ارغفه. وعجنت يعني وجرست بس لكن ما طيبت انا طيبت بس خليتها الفيديو تاني يعني. فانا في الفيديو ده انا عجين وجرست بس على الرده كده. انتوا عارفين العجين هو العجين شويه خميره وميه دافيه، في الشتا بالذات يعني بتكون ميه دافيه وحبه ملح وبنعجن كده العجين. عجنه حلوه. وطبعا في الشتا بتحب العجينه طريه، في الشتا لازم العجينه تبقى طريه عشان لو العجينه يابسه مش هتتخبز. ده انا كنت مطريها يعني كنت مطريها وبرده كانت صعبه في الخبيز والله. العجينه بتبقى ماسكه نفسها جو في الشتاء، في الصيف بتبقى العجينه سايب عايزه اللي يملكها ويخليها ناقصه شويه ناقصه فم شويه وبتبقى حلوه في الفرن. انما الشتاء بتختلف بتبقى عايزه العجينه طريه. فحتى لما بمطرينها بترجع تمسك تاني مش عارفه ليه كده. فهي كانت ماسكه يعني وكده. فهتعمل عجينه ارغفه في الشتاء طريها على قد ما تقدري طريها وخليها حلوه كده، لان هي بترجع تجمد تاني بتكون حلوة في العيش والعيش بتاعها بيكون حلو والطري برضه في نفس الوقت وحلو. فقلت اعجن معاكم واجرس معاكم الارغفة كده على الردة، وان شاء الله هتشوفوا بقية الفيديو الجاي ان شاء الله هننزل لكم واحنا بنطيب. وكمان هنعمل العيش في الفرن الطين يا جماعة، احنا هنطيب العيش في الفرن الطين. تعرفين انا بحب دايما ان انا اطيب الارغفة دي في الفرن الطين، ما يعني مش بشجع فرن البوتاجاز جو زي الفرن الطين. فرن الطين بيخلي العيش ليه ريحة حلوة وطعم حلو، انا بحس كده، انا بحس طيب حلو كمان، بيبقى الرغيف طيب من الجعر ومن الوش ومن القلب وبيبقى حلو. يعني شوفوا العجين العيش اللي بيطيب في الفرن البلدي الطين بيبقى حلو مختلف تماما عن الفرن اللي بيطيب في فرن البوتاجاز. انا جنبي البوتاجاز اهو وشغال وتمام وممكن اطيب فيه ارغفه وتمام، وارغفه تبقى حلوه برضو مش وحشه.
لكن انا بحب العيش اللي طالع من الفرن الطين، والله بيكون جميل يا جماعة جدا جدا يعني، وطيبانة بيكون حلو في نفس الوقت. فقلت بقى زي ما شايفين كده، قلت بقى ان انا هعجن معاكم، وبحيث ان انا اكون متواجدة وانزل فيديو و... والله المستعان يا جماعة، الله المستعان. فطبعا انا بشكر كلكم، مش عايزه اذكر حد بالاسم، عايزه كل كده تفهموا ان انا عليكم انتوا، ان انا بتكلم عليكم انتوا، ان انتوا اللي جيتوا ودورتوا وسالتوا وعلقتوا على الفيديو، ويا رب يسعدكم، يا رب يفرح قلوبكم، اللهم امين يا رب العالمين. فقلت بقى ايه، اكون متواجده في الايام دي، لان خلاص جربت، خلاص ان شاء الله يوم 4/2 هنرجع ان احنا نعمل اعادة نظر تاني للقناة ونعمل لها محاولة تاني، وهم هيراجعوها برضو، ونشوف الدنيا فيها ايه. يا ربنا معانا، بس رب الله المستعان. اهم حاجة انتوا تدعوا لي، بس انتوا تدعوا وتقولوا ايه يا رب بقى ان هي الارباح ترجع لي، ولا الارباح ما رجعتش عليها ولا هي ما استمرتش، خلاص يبقى ايه، يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل، وكل واحد بياخد نصيبه. انا تعبت فيها كتير والله يا جماعه، يمكن بقالي داخله على رابع سنه اهو، انا تعبت في القناه دي كتير، وزي ما انتوا شايفين انا اللي بتعب وانا اللي بشتغل فيها وكل حاجه فيها، يعني ما جبتش حاجه من بره، وكل حاجه يعني من مجهودي انا، والله تعبي، تصوير، مونتاج، كل حاجه من مجهودي انا، والحمد لله على كل حال. يلا اشتغلت كان بها، ما اشتغلتش برضو انا راضيه، برضو راضيه باي حد باي حاجه يجيبها ربنا، كل اللي يجيبها ربنا حلو يا جماعه. فبص العجينه اهو بيختبر بقى وبيملى الحله، تشوفوا دلوقتي لما ملى الحله، حلاها تبقى مليانه بقى كده اهو، ما شاء الله بيبقى العجين حلو يعني بيخمر كده وبيكون حلو. طبعا العجين دايما الخمران بيزيد والله يا جماعه، بيزيد وبيبقى فيه بركه، ما تعمل عجين كده بايديكي وحط لها خميره وكده يعني بيزيد وبيبقى فيه بركه يعني. اهو بصوا كده كنت غربلت النخاله، طبعا الرده دي انا بغربلها بالغربال عشان بيبقى فيها رده خشنه، بتبقى ماسكه في العيش كده كأن حاجه زي حاجه كده مش حلوه في العيش، فاهمني؟ فانا دايما ان انا احب اهزها كده بالمنخل السلك او بالغربال، في الغربال برضو اللي هو بتاع الغله ده، عشان تطلع القشره الخشنه وحديها، والناعمه اللي انا هقطع عليها دي بتكون ناعمه وحلوه ونظيفه يعني. فكده ادي تجريز بقى للعجين، انا بعملها قطع صغننه خالص، مش بكبرها، بخليها صغير عشان الرغيف يبقى رقيق وحلو يعني. وهو كان يعني ايه، تلاقوا الرغيفه كانت صغيره كده، ما كانتش كبيره قوي، لان انا كنت مصغره القطعه، العجين كان خمران وانا كنت مصغره القطعه. عملت عدد كبير حلو من الارغفه، مع انها كان شويه دقيق قليلين يعني، بيبقى فيه بركه والله يا جماعه، العيش اللي احنا بنعمله بايدينا بيبقى فيه بركه. فبصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. وبص بقى هنقطع الصينيه دي، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الباقي بقى هتشوفوه في الفيديو تاني ان شاء الله. هنزل لكم بقى واحنا بنجد الفرن وبنسوي في الفرن الطين، العيش بيبقى طالع زي الفل في الفرن ما شاء الله عليه يعني، وانتوا عارفين ان الفرن الطين بيبقى العيش حلو فيه جدا يعني. والفرن كنت عامله معاكم على القناه يعني، شوفوا انا على القناه من بدايه ما عملت الفرن معاكم، من بدايه الفرن عملت فرنين على القناه، وعملت قوانين وطبيخ وحاجات كتير عملتها على القناه، وتعب كتير تعبنا في القناه، والحمد لله يا رب على كل حال، نحمد ربنا على كل حال. فبصوا بقى انا كنت عامله صينيتين عشان اخلي العيش بعيد عن بعضيه، ما نلزقش العيش في بعضيه. طالما عندك صواني وعندك رده كفايه، فانتي تعملي ايه، تخلي العيش بعيد عن بعض، سواء في الصيف او في الشتاء، خلي العيش بعيد عن بعض. العيش برضو بيزيد خمر كمان على بالفرن ما بيسخن، العيش بيزيد خمر ويعني بيخمر تاني وبيسحسح على بعضه كده، فخليه ياخد راحته، ما تخليش العجين لازق في بعضيه، عشان ما يتعبكيش اصلا انت، وانت كمان بتيجي ايه، بتيجي تخبزي. فدي كده الفيديو بتاعنا كده عجين وتجريص. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونكون بنقدر نقدم لكم معلومة حلوة تستفيدوا منها. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.